السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكونوا بخير. النهاردة بإذن الله انا عملت معاكم الكبد والقوانص. كبد وقوانص كوكي بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، تحبوها قوي لما تجربوها. وان شاء الله تعجبكم جدا. ده طبق، ده بقى تشويق كده لزوم دي كده الكبد والقوانص وهي سخنة مع المكرونة بجد تحفة. انا النهاردة استعملت كبد وقوانص كوكي، هوريكم شكلها. هي دي بجد حلوة قوي قوي. انا لقيتها حلوة جبت التليفون وقلت لا لازم اعمل فيديو. ما شاء الله الكبدة كتيرة، القوانص شوية صغيرين جدا، ما فيهاش اي دهون ونضيفة جدا جدا، بجد ممتازة. هنا انا كنت فتحت القلوب خلاص ونضفتها ونضفت القوانص. شايفين كمية قوانص صغيرة جدا ومتقطعة وما فيهاش اي دهون تماما. اللي بنجيبها من عند الفراخي بتبقى كلها دهون، وزنة كمية وزن قد كده. بجد حلوة قوي قوي يا بنات، انصح بيها، وكمان سعرها كويس جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. بتتباع في السوبر ماركت، انا كنت جايبها من عند العسيم. انا عندي حلة على النار، هنزل فيها كده بمعلقة سمنة او زبدة صغيرة. وعندي بصل انا كنت مقطعاه جوانح كده. هقلب البصل في الزبدة لحد ما يدبل او لونه يتغير شوية. هنا خلاص بدأ يعني يدبل شوية. طبعا الكبد والقوانص انت بتنضفيها بالطريقة اللي بتحبيها. انا غسلتها كويس قوي ونقعتها في مية ودقيق وملح وخل وليمون شوية، وبعد كده صفيتها ونضفتها. دي كانت القوانص بتاعتي. مع القلوب انا بنزلها الاول. اول حاجة هنزلها كده، معلش بقى انا بصور بايد واحدة فمش متحكمة قوي في التصوير. هنزلها على البصل. اول حاجه انا بنزل بيها البصل يدبل، وبعد كده الكبد والقوانص قلوب. انا مش هقلب كتير، انا هسيبها كده تشمع وتشد على النار. وبعد كده انا مش عايزه يا جماعه الكبد والقوانص بتوعي ينزلوا ميتهم خالص، يعني ده كله يبقى على نار عاليه بحيث تديها صدمه وتشمع. مش عايزين ان الميه تنزل وريحه الزفاره والكلام ده كله، لان بصراحه انا بشوف ناس بتعمل عك في الكبد والقوانص. انتوا هتشوفوها معايا مش هتجيب مني اي ميه خالص، وهتبقى تحفه يعني. مفيش ليها اي ريحة، بتبقى بجد جميلة. هنا بدأت تشمع، فانا هقلبها كويس مع البصل. هكون مجهزة عندي فصين توم بس صغننين كده، احطهم على القوانص عشان بس الريحة بتبقى حلوة قوي مع التوم. وهسيبها تستوي هنا خلاص، يعني هديها شوية الاول وقت تستوي الاول قبل ما احط الكبدة. شايفين شكلها كده خلاص، يعني بدأت تدخل في سوا. انا مش بسويها سوا كامل، بس بشوحها شوية مع البصل في الاول عشان ايه. طبعا يعني عارفين الكبدة ما بتاخدش اي وقت في التسوية. هكون مجهزة الكبدة بتاعتي وغسلها طبعا ومنضفاها، قطع التقطيع اللي تعجبك. انا قطعت الكبدة حوالي على 3 قطع، يعني ما صغرتهاش قوي. هجيب البصل كده بالقوانص في جنب، وافضي مكان للكبدة عشان طبعا انا عايزه ادي الكبده صدمه عشان ما تجيبش ميتها، وهنزلها واحده واحده. يعني اهم حاجه، اهم تركية يا جماعه في الكبده، ان انتي عشان ما تجيبش منك ميه وتبقى زفره تنزليها شويه شويه. انا هنزل الاول شويه، وبعد كده لما يتشمعوا ويدخلوا في ان هما كلهم يعني مبقاش في الحته الحمراء دي باينه، هقلبهم مع القوانص واركنهم في جنب وانزل شويه اللي بعدين. بالتدريج كده مره في مره، عشان ايه ما ننزلش بيها كلها مره واحده فتجيب ميتها فتبقى زفره ومش حلوه. الطريقه دي حلوه جدا وجربوها، ولما تجربوها تعجبكم باذن الله جدا. اشوف وانا خلاص قلبتها مع القوانص، هرجعها بقى في جنب، وهنزل في المكان الفاضي من الحله بشويه كبد تانيين، وهكذا. لما لونها يتغير ويبقى كلها لونها بني، هقلبها برضو في الباقي واركنها في جنب، واحط باقي الكبده بتاعتي. شايفين بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده؟ الطريقه دي حلوه قوي، وبجد بتبقى ريحتها قلب الدنيا، وطعمه بقى بتفكرني بقى بسندوتشات الكبد والقوانص زمان اللي كنا بنشتريها من بره. فاكرين لما كنا بنشتري سندوتشات كبد وقوانص كده من مطعم، وبيبقى فيها بتبقى جميلة كده، طماطم وفلفل بقى وبصل كتير، كانت بتبقى بجد حلوة جدا. دي بتفكرني بيها زمان بقى لما كنا اطفال. انا هعمل كل الكبده بالطريقه اللي قلتلكوا عليها، وهجهز بقى على ما تستوي. هجهز عندي دي طماطم مقطعاها برضو جوانح وفلفل، وطبعا عندي فصين توم برضو هضيفهم مع الطماطم للكبده بتاعتي. شايفين؟ اهم حاجه يا جماعه انا بوريكم، شوفوا
ما جابتش طبعا ميه خالص ولا اي حاجه. والله الكاميرا ظلماها، وانا كمان بصور بايد واحده فمش طالعه حلو، يعني مش عارفه اصور كويس. شايفين لونها حلو قوي. هنزل دلوقتي بفص الثوم بتاعي على الكبده برضو زي ما نزلت بيه على القوانص عشان يديها ريحه حلوه، وهنزل بالكميه الطماطم والفلفل بتوعي، وهجهز بقى التوابل هقول لكم عليها دلوقتي، بس هديها تشويحه الاول. انا التوابل بتاعتي ما بغيرهاش على الكبد والقوانص لان بتديها طعم تحفه. انا بقالي سنين شايفين لونها، شايفينها جميله ازاي، مش منزله ميه، مش جايبه اي مش بجد ممتازه. ده كله على نار عاليه يا جماعه عشان ايه؟ ما تجيبش ميه منكم. انا هقول لكم التوابل بتاعتي اللي انا ما بغيرهاش للكبد والقوانص وبتديها طعم فعلا خرافي بجد، هتجربوها هتعجبكم. التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود ورشه قرفه وجنزبيل بودر، هي بس التوابل دي. القرفه مع الجنزبيل بيبقوا حكايه مع الكبد والقوانص. هنقلبهم بقى كويس جدا ونغطيهم ونسيبهم يستووا. على ما يستووا هكون بجهز صلصه المكرونه اللي هقدمها معاها. دي صلصه بشوح بصل مع توم لحد ما يحمروا شويه، وبعد كده بنزل عليهم بالطماطم. شايفين لونها حلو ازاي؟ هبقى اعمل لكم طريقتها مره لوحدها ان شاء الله. نروح بقى نشوف الكبده بتاعتنا. انا غطيت عليها وسبتها لما استوت تماما على نار هاديه. انا بحب اعمل كل حاجه على نار هاديه كده، بهدي عليها واسيبها. شايفين البصل داب والطماطم والفلفل كل حاجه دابت بجد، بقت حكايه. ان شاء الله لما تجربوا الطريقه دي على ضمانتي باذن الله هتاكلوا احلى كبد وقوانص. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.